بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، التحية والاحترام. بنتابع التطورات أو حقيقة يعني الحق يكون السؤال الرئيسي في هذه الأيام هو أو التساؤل إلى أين تمضي الرباعية. أنا يمكن بالنسبة لي بالوقت مبكر أنا رحبت بالرباعية وبجهودها فيما يمكن أن تقدمه للسودان، لكن في نفس الوقت يعني أخذت كان مجموعة من التحفظات والملاحظات. يمكن كان على رأسها إنه الرباعية بتضم دول بتتضارب مصالحها بل وتتعارض أحيانا تماما حول السودان يعني. وبالتالي كنت بفتكر أو قلت الكلام ده بشكل مباشر إنه الرباعية في البداية حتشتغل على تفكيك هذه المصالح ومعالجتها أو مقابلتها ومعالجة المخاوف الناجمة لدى الدول، يعني مش للشعب السوداني. يعني أنا كان تصوري إنه ترتيب الرباعية لجدول أعمالها إنه حيبدأ بعضويتها نفسها، أين مصالحها وأين مخاوفها في الأزمة السودانية. وفي مناسبة ثانية تحدثت أيضا أنا بشكل مباشر عن دور مصر الممكن يكون سلبي في هذه الرباعية. طيب، لحد بعيد طبعا الوقائع بتكشف ما ذهبنا إليه. لكن كمان الأسوأ من كده الظهر انه يعني الفاعل الرئيسي في هذه الرباعية وهي الولايات المتحدة. ايضا هنالك يعني التضارب في في حاجاتها اللي هي انا عشان كده انا اخذت العنوان، اخذت حاجتين في العنوان انا. ال 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 التضارب والتنازع. لا، اذا التضارب نحن نتكلم نقصد به تضارب المصالح بين الدول الاعضاء في الرباعيه، فالتنازع هو تنازع المؤسسات الامريكيه نفسها حول رؤيتها والناس المتابعين طبعا بيكونوا عارفين انه اصلا في صراع تاريخي بين الخارجيه الامريكيه والرئاسه الامريكيه، خاصه فيما يتعلق بالعمليات الخارجيه يعني بشكل عام، يعني او الدور الامريكي او دور الدبلوماسيه الامريكيه في الخارج. لان الولايات المتحده الخارجيه الامريكيه باستمرار تعتبر انها هي صاحبة القدح المعلى، وهي المفروض يكون عندها الدور الرئيسي في الدبلوماسية. لكن دائما أحيانا بيجوا رؤساء ذو نزعة ديكتاتورية أو نزعة سيطرة زي ترامب، فبيبقى عنده ملفاته الخاصة بشخصياته الخاصة البديرة بطريقته دي. يمكن بتجسد الآن الرباعية بتجسد هذا النموذج من التنازع في الصلاحيات بين الدولتين. لكن احنا ما يعنينا عذرا انه الى اين يقودنا هذا، يعني سواء كان تضارب المصالح البين دول الرباعيه او التنازع البين المؤسسات الامريكيه. يعني قبل فتره مستشار الرئيس مساعد بوليس تحدث او عبر يعني بيان، ما هو البيان ذاته صاغته الولايات المتحده، يعني بيان الرباعيه الاول اللي تحدث فيه عن ضرورة طرح الحاجات الأساسية، يعني الوصول لهدنة، حماية المدنيين، توصيل المساعدات الإنسانية، ثم بعد ذلك النظر في وقف إطلاق نار دائم والانتقال لعملية سياسية. وبعد ذلك كانت في إشارة للمسألة بتاعت الإرهاب، وتحديدا عن الإخوان المسلمين. ودي خدتها بين قوسين لأن هي دي ذاتها عبارة مفخخة، لأن السودان الآن الفاعل الرئيسي او الجسم الفاعل الرئيسي ليس الاخوان المسلمين بل هي الحركه الاسلاميه. فالمهم لسبب ما وضعت هذه العباره جهلا او عمدا. ده موضوع ثاني. وبعد كده جاء وزير الخارجيه الامريكي وفتح خط جديد شن هجوم كاسح على الدعم السريع، وحملها كل موبغات الحرب واتهمها بارتكاب تجاوزات ومجازر وانتهاكات الى هذه القصه، الى اخر هذه القصه اللي عارفينها الناس كلهم وتكلموا عنها قبله. لكن المفارقه كانت في انه هو يتحدث عن عدم التزام الدعم السريع بالهدنه. وده كلام غريب جدا حقيقة من دبلوماسي، يعني أو من على رأس الدبلوماسية المفروض يتعامل بحرفية وحرفية مع القضايا السياسية. يعني احنا كلنا نعلم انه الرباعية طرحت مشروع الهدنة
الجيش ما زال عند موقفه، لم يوافق على الهدنة على الأقل بشكل معلن. يعني خلينا بالتسريبات اللي بيعملها مساعد بولس أو اللي بيوحي بها، أو خلينا نقول هي حقائق إنه البرهان وافق على الهدنة. لكن الموقف الرسمي المعلن حتى قبل 3 يوم من وزير خارجية حكومة الأمر الواقع إنه الهدنة بل الرباعية نفسها مرفوضة ومحل تهكم وسخرية. لكن وزير الخارجية مشى طوالي تجاوز ده كله وفي الوقت اللي فيه كل المحاولات بتاعت التسوية، يعني بغض النظر عن جرائم الدعم السريع وتجاوزاته وانتهاكاته. لكن إذا احنا بنتكلم عن وقف الحرب فلا بد أن نعترف أنه الدعم السريع موقفه أفضل من موقف الجيش. باستمرار الدعم السريع كان متجاوب مع الدعوات الدولية والمبادرات العالمية لوقف الحرب، لفتح حماية المدنيين، فتح مسارات آمنة إلى آخر هذه القصة. فكونه وزير الخارجية الأمريكي يجي يقول والله الحكومة الدعم السريع انتهك الهدنة، ده هو كلام في غاية الغرابة. يعني ما هو الدعم السريع قال هو موافق على الهدنة، لكن الطرف الثاني ما وافق على الهدنة. فبيبقى منو الانتهاك؟ يعني الهدنه دي اصلا هي ما اقرت على الارض عشان بعد ذاك يبقى في كلام عن انتهاكها. لكن هو يبدو انه المساله هي كلها رساله مبطنه. يعني الامريكان هم عندهم اصلا يعني عقليه واحده، يعني بيشتغلوا بالجزره والعصا. نحن قبل كده قلنا انه ما بالضروره الاثنين ممكن يحققوا نتائج، وضربنا نموذج اللي كان بيعملوا تومبريليو مع البرهان خلال ما بعد فتره ما بعد اعلان جده وما قبل جنيف. وانا قلت بالحرف انه التومبريليو وصل حتى تحنيس البرهان عشان يستجيب للجهود الامريكيه والدوليه، لكن ده ما حصل. فبالتالي يعني كانت نتيجه عكسيه. يعني البرهان كل ما يتحدث معه الامريكان يتحدث معه توم بريليو ويقدم له في الاغراءات، منها الاعتراف بالشرعيه بتاعته، ومنها عدم الاعتراف بالدعم السريع، ومنها الدعم السريع الذي يكون له وجود في الساحه السياسيه. كل ما يقول كلام زي ده هو يتشدد في موقفه. طيب الان مشينا، واضح انه امريكا مشت للحته الثانيه مع الطرف الثاني وهي العصا مع الدعم السريع. لكن طبعا يعني اذا كان انت الان انت بتتحدث عن طرف هو طرف رئيسي في الحرب، يعني حديث الرباعيه عن ان الاخوان المسلمين منظمه ارهابيه ده كان مفهوم في اطار انه انت داير تحيي طرف مؤثر في الحرب. عذرا، داير تحيي طرف مؤثر في الحرب عشان يتحرر قرار الجيش، ده كان مفهوم. لكن لما تيجي انت تتحدث عن طرف مباشر في الحرب، فاعل رئيسي في هذه الحرب الآن وتستخدم معه العصا، ما خلاص بعد ده برضه بنفس النتيجة. حيكون في مزيد من التشدد والتصعيد في هذه المعركة، يعني عكس ما يطلب الشعب السوداني. نجي لنقطة ثانية، المسألة في الحتة بتاع التضارب والمصالح. الآن بقى واضح إنه الدول مجموعة الدول أو الدول الثلاثة داخل الرباعية نفسها بقت تشتغل على الولايات المتحدة لتمرير أجندتها ضد بعضها البعض. كويس. وفي تصعيد أيضا. يعني الآن مثلا الموقف الكلام اللي قاله وزير الخارجية المصري عن استعداد مصر للتدخل إذا شعرت بتهديد، ده بيبقى كلام غريب جدا. كلام غريب ليه؟ كلام غريب لأنه التهديد المفترض ده ما جديد. ما الآن قوات الدعم السريع موجودة في المثلث اللي هي أقرب نقطة للحدود المصرية. وقبل كده اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا مصر مستثمرة مليارات الدولارات في هذه المنطقة الشرق العوينات اللي هي الدعم السريع قريب منها الآن. ومصر لن تحتاج، لأنه بتفتكر إنه هي دي خلاص دي تخليها بورة ساكنة ما داير فيها تصعيد أمني لأنه ما من مصلحتها. طيب الآن لما تيجي مصر تتكلم عنها والله حتتدخل إذا شعرت بالتهديد، هو أصلا إذا في تهديد أنت المفروض تشعر به من زمان. ما هي الحدود المصرية السودانية دي ما في الشمالية بس، الحدود بتاعتها دي ما 1200 أكثر من 1200 كيلومتر، ممتدة من منطقة حلاوي وشلاتين لحد العوينات. وفي كثير من النقاط بتلقى مناطق تواجد الدعم السريع أقرب
قريب جدا من الحدود المصرية، زي ما أشرنا إحنا لمنطقة العوينات. وإذا مشينا للمنطقة بتاعت شمال دارفور اللي هي واحدة من أضخم مناطق العمليات العسكرية، هتلقى المسافة بينه وبين الحدود المصرية بضعة كيلومترات. حتى إذا جيت لكردفان، شمال كردفان، برضو لن تتجاوز المسافة بينه وبين الحدود المصرية أيضا بضعة مئات من الكيلومترات، اللي هي زي يعني المسيرة ممكن تاكلها يعني بدقائق. إذا المسألة هي ما مسألة تهديد عسكري متوقع، لا، هي المسألة عندها بعد سياسي، وربما تشير إلى احتمالات التدخل المصري أو نية التدخل المصري العسكري. ما يتدخلت قبل كده، فما الذي يمنع من إنها تتدخل؟ لكن بتبقى القصة، الخلاصة من المسألة دي كلها إنه الآن يعني هذه التصريحات وهذه المواقف يعني وضعت الرباعية التي يعني عقدنا عليها آمالا، وضعنا تحفظات وقلنا لا بد أن تؤخذ هذه التحفظات في الاعتبار. ثم بعد ذلك كان في ظننا أنه الرباعية تستطيع والولايات المتحدة تستطيع أن تتجاوز هذه المصالح لتتمكن الرباعية من القيام بدورها. لكن الآن أصبح من الواضح أنه يعني في إشكالية حقيقية في أداء الرباعية نفسها. يعني هذه المجموعة الآن هي محتاجة ترجع هي ذاتها تقعد عشان تفكك التعقيدات اللي اتصنعت نتيجة لحاجات كثيرة واضحة جدا بقى محتاجين نعيدها. ونسأل الله السلامة لبلادنا ولشعبنا، والسلام عليكم.